بغيتي حليوة تحمّر لك وجهك بلا كثرة المكونات، بلا فران، تجي بنينة ولذيذة والكل يحماق عليها، هاد الحليوة هادي أنا بعدا ما يمكنش ما نحضرهاش في كل المناسبات، بلا فران، ساهلة سريعة وكتجي رائعة جدًا. أول خطوة غادي نذوب الشوكولا، عندي هنا 4 كيلو ديال الشكلاط الأسود أي 250 غرام. إذا عبرتو بالقطع أولا بالمربعات 36 قطعة. هاد الشكلاط هذا غادي نذوبوه بلا أي إضافات، ما تضيفوا ليه لا زيت لا حتى شي حاجة، كنوضعوه في حمام مائي وغادي نوضعوه حتى كيذوب. وعلى جنب في قصرية غادي نحتاجو التمر، أنا عندي هنا كيلو ديال معجون التمر، تقدروا نفس الكمية اللي وضعتو الشكلاط ديروا معاها غير نص كيلو ديال التمر، عندكم الاختيار. أنا عملت كيلو ديال التمر باش تحط ليا ما شاء الله واحد الكمية اللي كتيرة. كيلو ديال المعجون ديال التمر، من الأحسن خذوا نوعية جيدة، هما كيكونوا نفس الأثمنة غير هكا، شوفوا من اللون ديالو وهكا فاش تهزوا الباكية يبان لكم معلك ورطب، كيكون نوعية جيدة. اللي ما كتبغيش تشريه جاهز غادي تشدوا التمر وكتفوروه. من بعد ما كيذوب ليا الشكلاط كنضيفو على التمر اللي كنكون قطعته هكا، يعني فرقته شويه ما يكونش هكاك بقى مرصو، وتنعجن هاد الشكلاط مع هاد التمر. اللي بغات دير الشكلاط ديال الدهن ممكن، اللي بغات دير الشكلاط المر ممكن، يعني شي نوعية الشكلاط زوينة. انا عملت نوعية الشكلاط العادي، غير هو السر ديالو ذوبوه بوحديتو بلا زيت. من بعد ما عجنا التمر في الشكلاط مزيان غادي نضيف كأس مملوء بشكل جيد من السمسم او الزنجلان محمر. هاد القياس د هاد الكاس هذا بحال كاس العنبة تماما. كاس ديال اللوز محمر، وكاس ديال القرقاع كذلك محمر، وكاس ديال الكاجو اللي ممكن تعوضوه بالمكسرات اولا كتزيدوا شويه من القرقاع ومن اللوز. تقدروا ديروا غير الزنجلان واللوز، كما ممكن تضيفوا المكسرات اللي عندكم، تقدروا تدخلوا حتى كاوكاو. مهم اي نوع د المكسرات غادي تضيفوا غادي تحمروهم باش كيجيو مقرمشين في الحلوى ديالنا. والزنجلان كل ما كترتو كيجي زوين. انا درت كاس عامر وباش يجيني هكا باين في الحلوى صافي، وكنجمع الكل. ماشي ضروري ديروا الكاجو والقرقاع، غير اللوز بوحديتو مع الزنجلان كيجي زوين. تقدروا ديروا اللوز الكاوكاو الزنجلان ممكن، غير الزنجلان واللوز عندكم الاختيار. انا كل مره كنعاود معكم هاد الحلوه تقريبا في كل عيد، كل مره كتكون اضافه مغايره المره اللي قبل. فكنجمعوا الحلوه ديالنا مزيان، العجينه حتى كتصبح هكا منساج من فيها داك المكسرات، وكنقسمها غادي نقسمها على 3 ديال المرصويات. من بعد انا كنقرص كل مرصو كنقرصو شويه وكنلويه، هذه غير باش كيتوزعوا لي المكسرات، اما غير قسموا وشكلوا هكا لي بودان. من بعد ما كنشكل هكا اعمده كندوزهم في الزنجلان، عندي هنا كاس ديال الزنجلان كندوز فيه وغادي يبقى لي منه. غير هو مباشره من بعد ما تشكلوا الاعمده ديالكم دوزوهم في الزنجلان باش كيتبت عليهم. شوفوا معايا كندوز التدويزه الاولى خفيفه وتنحطهم على جنب باش يتبت ليا وما ينشفوليش على الوجه، وغادي نعاود نفينيهم مزيان في الزنجلان. انا درتهم شويه غلاط، تقدروا ترقوهم القياس اللي بغيتو. وبطبيعه الحال هاد الزنجلان راه كيتبت مزيان، يعني غير ديك التعليكه ديال التمر والشكلاط كتبتو مزيان، يعني ما تخافوش نهائيا انه هكا ما يتبتش. صافي وشوفوا معايا الرؤوس ديال لي بودان كنحاول نبسطهم هكا على سطح العمل باش فاش نقطع يجيوني مقادين. صافي من بعد ما تبت عليهم الجنجلان مزيان مزيان غادي نحطهم في المجمد، تحطوهم غير واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه يبردوا مزيان وتدوزوا تقطعوهم. واذا ما كانش الوقت تقدروا تخليوهم مده ليله ولا اكثر ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، غير كتجبدوا وكتقطعوهم. صافي خليتهم في المجمد واحد المده هكا حتى حسيت انهم بردوا مزيان اولا البرد مزيان، وغادي نبدا نقطع. يكون واحد السكين اللي حد وكندير قياس اصبع يعني سنتيم وكنقطع.
وتقدروا تقطعوا عينكم ميزانكم. المهم هاد القياس هذا ديال سنتيم كيجي زوين، وبطبيعة الحال راه تقدروا ترقوا على القياس اللي بغيتو، كيكون بارد كيعطيكم تقطعوه، ما كيتكسروا داك المكسرات في الوسط ما حتى شي حاجة. كيجي من داخل بهذا الشكل، شفتوا المكسرات كي كتجي موزعه والزنجلان كيجي رائع جدا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم. كل ما كثرتوا الزنجلان والمكسرات غادي يجيوكم باينين. لكن انا كيلو ديال التمر كاس من الجهه جاتني يعني مزيانه، جاتني المكسرات والزنجلان مغلب على التمر والشكلاط. صافي كنبقى نقطع عمود بعمود حتى كنكمل. واللي بغات لي بودان ما دوزهمش في الزنجلان، دوزهم في الكاوكاو كونكاسي او اللوز كونكاسي، اولا الشكلاط فيرميسيل. عندكم الاختيار، يعني ماشي ضروري الزنجلان، غير انا كيجيني الزنجلان كينسجم بزاف بزاف وكيكسر لينا الحلاوه وكيجي مذاق اللي زوين. صافي كنكملوا بالتقطاع، ما شاء الله كيجيو كلهم نفس القياس، كيجيو المكسرات موزعين، وكيجي ما شاء الله عاطي العين في الحطه، هكا كيجي على شكل فقاس، وهكا ما شاء الله موزعين فيه المكسرات والشكل ديالو راقي. والبنه بلا ما نهضر لكم عليه، هاد الفقاس هذا كيجي من ألذ الحلويات اللي ممكن تحضروا، سهل سريع جدا في التحضير. وطريقه الاحتفاظ ديالو سهله، غير كنشد بواطه تنفرش فيها بلاستيك، تندير التستيفه ديالو وتنفرق ما بين كل طبقه وطبقه بالبلاستيك وتنحطها في تنحطو في الثلاجه، وتيبقى مده طويله ما كيخسر ما والو. غير ضروري في الثلاجه باش كتحتفظوا بها في الثلاجه كتبقى مده طويله ما كتخسرش الحلوى نهائيا. وبالخصوص هادو الحلويات اللي كتكون بلا فرن كلهم نحطوهم هكا في الثلاجه من الاحسن باش كيبقاو، بالخصوص هادو اللي فيهم التمر. ايوا هذه الحلوه ديالنا عن قرب كنتمنى تكون واضحه لكم. كتجي واعره. كل عيد كنحضرها معاكم، واللي جربوها العيد اللي فات كلهم حماقوا عليا وما شاء الله بنينه، كتجي بحال ماروخه، بحال الطعم ديال الماروخه، اولا الطعم ديالها مميز، كيجمع ما بين التعليكه ما بين ديك المكسرات والشكلاط، مذاق اللي رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، واخا تجربوا غير في 4 كيلو ديال التمر، غير تجربوها حيت متاكده اذا جربتوها راه غترجعوا مدمنين على هاد الحلوه هادي بقوه اللذه اللي كتجي فيها. وما شاء الله كتحط لينا يعني واحد الكميه اللي كتيره، انا حطات ليا كتر من 70 قطعه ما شاء الله، وعملت القطع كبيبرين ماشي صغار. كنتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم وتزعموا وتجربوها، راه غتحماقوا عليها. عواشركم مبروك.